ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي وصفة بيت الخير. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة البرغل بطعم وريحة كفتة الحاتي، بس بطريقة مختلفة شوية عن اللي احنا متعودين عليها على طول. بس قبل ما نبتدي في وصفتنا النهاردة، نعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يجيلكم اشعار بكل وصفة جديدة انا بنزلها. ويلا بينا بقى نبتدي وصفتنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. معانا هنا بصلاية متوسطة مبشورة، وهنضيف عليها بعد كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقتين صغيرين من البابريكا، ونص معلقة من الملح، بعد كده نبتدي ان احنا نخلط كل اللي احنا حطيناه مع بعضه ده كويس جدا. نخلطه كويس جدا يا جماعة. بعد ما خلطناه كده هنجيب قطعة من اللية صغيرة مش كبيرة، يعني حوالي 70 جرام، قطعة صغيرة مش كبيرة، وابشرها وابتدي ان انا احطها مع الخليط اللي احنا عاملينه ده. ودي نص كوباية من البرغل، يكون مغسول كويس وناشف عشان ما يكونش منقوع يا جماعة، عشان يتشرب مية البصل اللي احنا هنحطه معاه وكله ياخد من طعم بعضه، ما يبقاش باين طعم البرغل في قلب الكفتة، يبقى واخد من طعم البصل والبهارات بتاعتنا، ما يبانش خالص. نخلط بقى كده كله مع بعضه كويس جدا، وبعد ما نخلطهم مع بعض كويس نسيبهم مدة لا تقل عن نص ساعة، بحيث ان البرغل ياخد من طعم البصل والبهارات كويس وما يبانش طعمه خالص في قلب الكفتة. بس انا هنا بصراحة كنت مستعجلة فيعني سبتهم شوية صغيرين بس. بعد كده ضفت اللحمة، وهضيف عليها كمان معلقة صغيرة هرمية من البيكنج باودر. على فكرة هتلاقوني سايبالكم المكونات والمقادير في صندوق الوصف. وهبتدي بقى بعد كده اعجنهم مع بعض كويس جدا، يعني بصي جمعي كل طاقتك كده وافضلي اعجني 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 لغاية لما يبقى كل المكونات متجانسة مع بعض كويس جدا. والبرغل ما يبقاش باين خالص معاكي في العجينة بتاعة الكفتة، زي ما انتوا شايفين كده ما بقاش في برغل خالص باين معايا في العجينة بتاعة الكفتة بتاعتي. شايفين بقى هنا شكلها عامل ازاي بعد ما خلصت عجن فيها وبقت جاهزة معانا ان احنا نبتدي نسيخها. شايفين؟ تحفة. هنجيب بقى هنا طبق فيه مية وفيه معلقتين من الزيت، دول اللي هستخدمهم في تسييخ الكفتة بتاعتي. هنا انا جبت الصينية بتاعة الفرن وغطيتها بورق الفويل كويس وحطيت عليها الشبكة بتاعة الفرن، وهبتدي ان انا اسيخ الكفتة بتاعتي وارصها عليها. هنا زي ما انتوا شايفين طبعا ايدي مليانة زيت، ده طبعا من الطبق اللي احنا حضرناه اللي فيه مية وزيت. بحط ايدي كده فيه وابتدي ان انا اصبع الكفتة بتاعتي عشان ايدي ما تلزقش فيها وتبقى كده متصبعة حلو وتطلع معايا بسهولة من السيخ. وعلى فكرة انا بدي دهنة للسيخ الاول يا جماعة بايدي قبل ما احط عليها الكفتة، لان انا هسحبها دلوقتي من السيخ، هوريكوا ازاي. ودي الخطوة ديت حلوة جدا لو ما عندكيش الستيكس بتاعة الكفتة او الستيكس اللي بتعمل عليها الشيش طاووق. فالخطوة دي انا حبيت اوريها لكم عشان اللي ما عندوش الستيكس دي
يعمل الخطوة دي عادي، يسيّح على السيخ عادي ويبتدي يطلّعها زي ما أنتم شايفين كده بكل سهولة. هنا أنا حبيت أعمل معاكم سيخ تاني عشان أورّيكم إزاي باطلّع الكفتة بتاعتي من السيخ بمنتهى السهولة. طبعًا الخطوة دي زي ما إحنا قُلنا هتغنينا نهائي عن الsticks بتاعة الكفتة أو الشيش طاووق، لو مش عندِك هتعملي كده بمنتهى السهولة. لو عندِك الsticks أو السياخ الخشبية دي وعايزة تعملي عليها برضه عادي جدًا، تصبّعيها عليها عادي وتحطيها زي ما هي على الشبكة، وتدخل الفرن زي ما هي بالsticks. نسحب بالراحة ما نخافش، ويعني هنا السيخ مدهون زيت يا جماعة، فبيسهّل عملية إن إحنا نسحب الكفتة بتاعتنا من السيخ عادي، من غير ما تبوظ زي ما أنتم شايفين ولا إن هي تتقطّع ولا أي حاجة. ونبتدي بقى نرصّصها كده. هنا أنا حابة أقول لكم على معلومة بخصوص التسوية، أنا هاحط الكفتة بتاعتي على الشبكة زي ما أنتم شايفين في أول رف خالص في الفرن من تحت، وأدخّل الصاج على الأرضية بتاعة الفرن، بحيث إن أي حاجة أي دهونة والّا أي حاجة تنزل من الكفتة تنزل على الصاج من غير ما تبوظ لي الفرن بتاعي، وأول ما تبتدي تاخد معايا لون أطلعها على طول، كده تبقى جاهزة معايا. وهنا زي ما انتم شايفين الكفتة بتاعتي بعد ما طلعت شكلها وطعمها وريحتها تحفة يا جماعة، ريحتها كانت جايبة فعلا حرفيا آخر الدنيا، كفتة حياتي بمعنى الكلمة. جربوها بالطريقة دي هتدمنوها فعلا يا جماعة، وبألف هنا وشفا. وهنا تكون خلصت وصفة النهاردة، واشوفكم على خير في وصفة جديدة على قناتي وصفة بيت الخير. باي باي.